هل يروض سوستارا الفارس الأبيض في مباراة أعصاب مفخخة؟ اشتركوا في القناة ولا تنسوا الإعجاب. يتبارى اتحاد الجزائر ضد الزمالك على ملعب 5 جويلية 1962 في الجزائر في إطار ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026، ويسعى سوستارا لكسب أفضلية مريحة قبل موقعة القاهرة الصعبة وتحقيق ثاني كأس في تاريخه، مستغلا عاملي الملعب والجمهور والروح المعنوية العالية، خاصة بعد تتويجه بكأس الجزائر. أما الزمالك فيدخل المباراة وهو متأثر بالهزيمة الكبيرة أمام غريمه الأهلي، ويسعى للخروج بأقل الأضرار رغم صعوبة المهمة في انتظار مواجهة الحسم على أرضه. وفي رأيي فإن المباراة ستكون مغلقة تماما وستلعب على جزئيات صغيرة، والمتحكم في أعصابه ستكون له الكلمة الأخيرة، وأتوقع أن تنتهي بفوز اتحاد الجزائر. فما هو رأيك وتوقعك عزيزي المشاهد؟ وتلعب المباراة يوم السبت 9 ماي 2026، وتنطلق على الساعة 9 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، 10 بتوقيت مصر والسودان، 11 بتوقيت السعودية والعراق، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس. تابعونا للمزيد.